السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم انا معكم قلب الطبيعه. اليوم جمعت هذا الخير والبركه ديال البابوش البلدي. بزاف الناس ما كيعرفوش وما كياكلوش، وبزاف الناس ما كيعرفوش المنافع ديالو. بقاو معايا ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضروا على المنافع ديال البابوش، حيت هذا هو وقته كنشوفوه بزاف كيتباع في الاسواق ولا كيتباع طايب ولا خضر بحال هيدا، والناس ما كيزعموش عليه للاسف، مع العلم انه غني بالفوائد والمنافع ديالو كثيره كثيره بزاف. اولا البابوش ماشي غير بنين، راه صحي بزاف وفيه البروتين صافي بلا دهون، يعني البروتين بلا دهون احسن من الدجاج. راه واخا كتاكلي الدجاج فيه البروتين بالحق راه فيه الدهون، هذا راه خالي من الدهون، يعني بروتين صافي بلا دهون. عامر بالحديد، الناس اللي عندهم نقص الحديد راه ما تجبريش شي حاجه احسن من البابوش. كيحيد الفشله ومزيان لفقر الدم، الناس اللي عندهم فقر الدم، حيت الحديد هو اللي كيرفع الدم، او لا هو اذا كان عندك الحديد طايح كيطيح لك حتى ممكن يتسبب حتى في فقر الدم، وكيدفي مزيان في هذا البرد، خصوصا ملي كيطيب الاعشاب ديالو، ديك الزعتره والنعناع والخزامه راه رائع ومزيان للمناعه والعظام، حيت فيه المغنيسيوم والكالسيوم. شو سبحان الله العظيم، المغنيسيوم والكالسيوم والحديد مزيان لفقر الدم والبروتين بلا دهون. وسبحان الله العظيم هو كي في هاد الشتا هذا، يعني ملي كطيح الشتا في هاد الشهور هذا كيكون موجود، والثمن ديالو في المتناول، وتقدر تشريه من اي بلاصه، وموجود بزاف في المغرب، وبالاخص في البلاصه اللي فيهم الرطوبه، يعني بلاصه اللي عندهم البحر. آه راه زوين بزاف وموجود ورخيص. يعني الناس اللي بغاو يستافدوا من الحديد ويعوضوا الحديد ديالهم، ولا المناعه والعظام والمغنيسيوم والكالسيوم، راه واعر بزاف. وهذا هو السبب المغاربه معروفين كيموتوا على البابونج، حيت غير المغاربه، غير حنا اللي كناكلوه. سبحان الله في الدول الاخرين لا، ما عندهمش هاد الثقافه وما كيعرفوش المنافع ديالو للاسف. المهم هنا انايا كنوريكم شحال جمعت، راه تقريبا عندي هنايا تقريبا شي 8 كيلو ولا اكثر. كنوعدكم في الفيديو الجاي نوريكم الطريقه كيفاش غنطيبوه ان شاء الله. دابا راك خصك تصوميه بعدا قبل ما يطيب، راه خص يصوم واحد 3 ايام على الطحين والنخاله باش كيخرج منه داك الوسخ وداك التراب اللي كيكون كلا كامل، حتى كيتصفى 3 ايام ولا 4 ايام. كتخليه في الطحين والنخاله حتى كيتنقى مزيان، عاد كيطيب مع العشوب، راه زوين بزاف. والبابوش راه البابوش البابوش كتجبرو موجود في المدن ديال الشمال، المهم المدن الساحليه اللي فيهم الرطوبه، خصوصا جهه طنجة، تطوان، الحسيمه، العرائش. هادو هما البلايص اللي كيكون فيهم البابوش موجود. وراه زوين بزاف. كما كتشوفوا هنايا راه جمعت كنمشيو نجمعوه، خصوصا في هذا الشهر ديال 5. راه شهر 4 كيكون موجود، شهر 4 وشهر 5 راه كيكون شهر 3 شهر 4 شهر 5 صافي كيحبس. كيكون البابوش مزيون ونقي، حيت كيكون شارب الماء، وهو سبحان الله كيخرج غير في الشتا كيتغذى. كتحبس الشتا كيخرج، كطيح الشتا كتحبس الشتا كيخرج، كتجبروه في الربيع وفي تحت الحجر. ودابا في هاد الوقيته هادي بالضبط، علاش؟ حيت كيكون غليظ، كيكون فيه مشحم، كيكون غليظ، ماشي بحال شهر 1 وشهر 9 شهر الصيفيه كيكون ضعيف، كيكون شاحت والو، ما فيش المنافع بحال دابا. في هاد الوقيته هادي بالضبط كتكون المنافع ديالو كثيره والبروتين عالي، والناس اللي ما كيزعموش عليه غير يزعموا عليه. راه وخصوصا الا طيبتيه بيدك، راه الا خليتيه 3 ايام 4 ايام في الطحين والنخاله، راه اكيد غيكون نقي بزاف. ديك الساعه كيطيب في الماء مع الزعتر والنعناع والعشوب ديالو كاملين، راه كيجي زوين بزاف. وان شاء الله في الفيديو الجاي غنوريكم طريقه كيفاش كنطيبوه، وكنوعدكم غيعجبكم ان شاء الله. خليتكم على خير، وكنتمناو تشجعوني، واللي الناس اللي بغاو ندير لهم فيديو يخليوا لي تعليق.
على البابوش، ما كنعرفش نطق الاسم ديالو بالحق، قبلوها مني. خليتكم على خير، كنتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.